لو عندك شوية بلح مش عارفة تعملي فيهم ايه، تعالى اقولك طريقة العجوة. لو تابعي معايا الفيديو للاخر وهتلاقيها اسهل منها مفيش. ولو اول مرة بتشوفيني، انا اميرة من اسكندرية ومتجوزة في الصعيد. ويا ريت ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك والشير، وتدعميني بكومنت حلو. اول حاجة هتجيبي شوية البلح اللي عندك دول، اكيد ركناهم في التلاجة او في الفريزر، وتحطيهم في مية سخنة جدا، وتسيبيهم كده يبوشوا شوية، هتلاقي القشرة بتطلع معاكي بكل سهولة. تفضلي تفصصي فيهم لحد ما تخلصي الكميه، وتحضري طاسه تحطي فيها كميه البلح اللي عندك، وتحطي فيها شويه ميه، وتغطيهم حبه بحبه، كل شويه تحطي شويه ميه، ترجعي تحطي شويه ميه لحد ما تدوب معاكي خالص. اول ما تبرد تحطيهم في الكبه، ومعاها معلقه سمنه، وتضربيهم كده ضربه حلوه. وبعد كده تكيسيها زي ما انتوا شايفين كده اهو في الفيديو، وبألف هنا وشفا. وتستخدميها بعد كده في اي معجنات. عندك رشه قرفه، عندك رشه سمسم، عندك معلقه سمنه او زبده تاني، مفيش اي مشكله. اوعي تنسيني بدعوه حلوه. بصي، هو ده والله عاملاه من البلح. كعب الغزال ده الحشوه بتاعته من البلح اللي عملته في البيت.